في ليلة 23 يناير سنة 1976 الساعة 3 الفجر يحصل انفجار قوي يهز بنك بريتش في بيروت، ودخان كتير يملى الجو. وعلى الرغم ان الشوارع وقتها كانت ساكتة، الا ان جوه البنك كان في حاجة مش طبيعية بتحصل. عصابة محترفة بتنفذ خطة شيطانية، جريمة هتهز بيروت. يا ترى بقى صديقي مين هي العصابة دي وايه اللي عملوه بالظبط؟ القصة دي مليانة الغاز وغموض ما بيخلصش، فتابع معايا يا صديقي علشان نعرف الحقيقة كاملة. وما تنساش برضو يا صديقي تعمل لايك وسبسكرايب لانهم بيشجعوني جدا. ويلا نخش في قصتنا علشان نفهم عملية سرقة بنك بريتش. لازم نرجع لورا ونشوف المدينة كانت عاملة ازاي في يناير سنة 1976. في الوقت ده صديقي الحرب الأهلية كانت شغالة في لبنان، وكانت لسه بادئة من أقل من سنة، وتحديدا في يوم 13 إبريل سنة 1975. وبيروت وقتها كانت مقسومة نصين بالطول، بيروت الشرقية تحت سيطرة المسلحين المسيحيين، وبيروت الغربية تحت سيطرة الفصائل الفلسطينية. والشوارع في الوقت ده صديقي كانت مليانة حواجز رملية وبراميل حديد، والحفر كانت مليانة في كل حتة، والقناصة كانوا متواجدين على أسطح البيوت. والناس كانت عايشة في خوف دائم من الرصاص اللي كان بيتضرب في كل مكان، والقصف اللي ما كانش بيقف، سواء من المدفعية اللي كانت بتضرب من الجبال أو من القذائف اللي الميليشيات كانت بترميها على بعضها. والاقتصاد كان بينهار بسرعة، يعني التجارة وقفت والناس بدأت تسحب فلوسها من البنوك وتخبيها في بيوتها. لكن البنوك نفسها كانت مليانة ثروات من أيام ما لبنان كان في عز ازدهاره. ومنطقة البنوك في بيروت الغربية كان مركزها شارع الجميزة وحمرة، وكانت قلب المال في لبنان قبل الحرب. وفي الستينات بيروت كانت مركز مالي عالمي، والناس كانت بتقول عليها سويسرا الشرق الأوسط بسبب بنوكها القوية اللي كانت بتجذب فلوس من كل العالم العربي وحتى من أوروبا. والبنك البريطاني للشرق الأوسط اللي كان تابع لمجموعة HSBC البريطانية كان واحد من أهم البنوك دي، وكان في مبنى كبير في شارع الجميزة جنب كنيسة مار مخايل الكاثوليكية، وكان عنده خزائن أمانات مليانة حاجات غالية جدا. وفي فبراير سنة 1976 البنك البريطاني كان فيه حوالي 30 مليون جنيه استرليني، يعني يا صديقي حوالي 350 مليون دولار بقيمة النهاردة لو حسبنا التضخم. وده طبعا كان مبلغ ضخم جدا. طبعا الحرب خلت البنك ده عامل زي الغنيمة اللي موجودة في مكان مفتوح، والأمن بقى ضعيف بسبب الفوضى. يعني في الأيام العادية قبل الحرب البنك كان عنده حراس مسلحين وباب مصفح وكاميرات مراقبة ونظام أمان قوي. لكن في يناير سنة 1976 الحراس بقوا أقل بكتير، والكهرباء كانت بتقطع كتير، فالكاميرات ما كانتش شغالة دايما، والشرطة كانت مشغولة بالاشتباكات اللي بتحصل في كل مكان. والجيش اللبناني نفسه كان مقسم بين الفصائل وما بقاش عنده القدرة يحمي البنوك زي الأول. والبنك البريطاني للشرق الأوسط ما كانش بنك عادي في شارع الجميزة، لا ده البنك ده اتأسس في لندن سنة 1889، وكان بيشتغل في كل الشرق الأوسط من أيام الاستعمار البريطاني، وكان عنده فروع في مصر والعراق والبحرين والأردن وسوريا. لكن بيروت كانت واحدة من أهم مراكزه بسبب موقع لبنان الاستراتيجي وقوتها الاقتصادية في الستينات. والبنك ده كان بيخدم ناس كتيرة جدا وعائلات غنية، واللي كانوا بيحطوا فلوسهم ومجوهراتهم في الخزائن بتاعته. كمان كان في تجار من الخليج زي السعودية والكويت وشركات أجنبية كانت بتستثمر في لبنان قبل الحرب. ومن أكتر الحاجات اللي كانت بتميز البنك البريطاني ده هو خزائن الأمانات. فكان كل واحد معاه حاجة غالية، سواء بقى سبائك ذهب أو فلوس نقدية أو حتى أوراق مالية زي سندات حكومية وأسهم في شركات نفط وتجارة. وكمان كان في وثائق سرية في الخزائن دي زي عقود صفقات بين حكومات عربية وشركات بريطانية. وكان في بعض الأسرار لشخصيات تقيلة ما كانوش عاوزينها
تطلع للنور، واللي خلى كل الناس تحط اغلى ممتلكاتها في البنك ده هو سمعته القوية قبل الحرب. يعني يا صديقي كان بيتقال عليه انه من اكتر البنوك امانا في المنطقة، علشان كده الناس كانت بتثق فيه وتحط كل حاجة غالية عندها جواه. ولما الحرب بدأت في سنة 1975 الوضع اتغير تماما، والبنوك كلها بقت في خطر، والناس بدأت تخاف على فلوسها. وعلى الرغم ان البنك البريطاني كان لسه شغال سنة 1976 في عز الحرب الأهلية الطاحنة، لكن زي ما قلت لك يا صديقي الأمن بتاعه بقى أضعف بكتير. ومن أكبر المشاكل اللي أثرت عليه هو انقطاع الكهرباء لفترات طويلة يوميا. يعني يا صديقي البنك أصلا كان فيه نظام أمان إلكتروني متطور، وكانوا بيستخدموا قفال زمنية على البوابات الرئيسية علشان محدش يقدر يفتحها غير في أوقات معينة. كان فيه كاميرات مراقبة في كل ركن، بس طبعا بسبب انقطاع الكهرباء كل ده كان بيتعطل. وكان لسه في حراس مسلحين ببنادق بيشتغلوا 24 ساعة، بس عددهم طبعا قل بعد الحرب الأهلية بسبب الخطر. والمشكلة ان شارع الجميزة اللي موجود فيه البنك البريطاني كان قريب جدا من خط التماس في الحدود اللي كانت بتفصل بيروت الشرقية عن بيروت الغربية، والمنطقة دي كانت فوضى على طول الخط. يعني يا صديقي ميليشيات عمالة تحارب بعضها طول الوقت، وقناصة بتضرب من كل حتة، وما كانش فيه سلطة مركزية تقدر تسيطر على الوضع. واللي خلى البنك ده هدف مثالي لأي عصابة هو 3 حاجات رئيسية. أول حاجة إنه كان مليان ذهب وفلوس في وقت كل الميليشيات كانت محتاجة تمويل علشان تشتري سلاح وتدفع للمقاتلين بتوعها. تاني حاجة هي موقع البنك واللي كان في بيروت الغربية، يعني منطقة ما كانش فيها شرطة ولا جيش يحميها. وتالت حاجة يا صديقي هي إن الحرب نفسها كانت غطاء مثالي، يعني محدش هياخد باله من السرقة في وسط الحروب والمعارك الطاحنة اللي شغالة وصوت الرصاص والقنابل اللي ما بيقفش. كمان الجدار اللي كان بين البنك وبين كنيسة مار مخايل كان نقطة ضعف كبيرة. يعني على الرغم من ان الجدار ده كان سميك وكان حوالي 60 سنتي، لكنه كان اضعف بكتير من الباب الرئيسي اللي كان مصفح وفيه قفل زمني وحديد تقيل. يعني لو حد عاوز يدخل البنك من الباب الامامي هيحتاج وقت كبير ومعدات ثقيلة، لكن الجدار اللي بين البنك والكنيسة كان ممكن يتفجر بسهولة ويودي على القبو بتاع الخزائن من غير حتى ما يحتاجوا يعدوا من الشارع الرئيسي اللي كان فيه حراس. وفي ليلة 23 يناير سنة 1976 حوالي الساعة 11 بالليل مجموعة من المسلحين، تقديرات بتقول انهم كانوا حوالي من 8 ل 10 اشخاص، ظهروا فجأة في شارع الجميزة وكانوا لابسين زي عساكر ميليشيات عادية ومغطين وشهم علشان محدش يعرفهم. والجو كان هادي نسبيا في المنطقة دي وقتها، والاشتباكات الكبيرة كانت متركزة في وسط بيروت الشرقية حوالين منطقة المتاحف وخط التماس. وفي بيروت الغربية كان في قنابل بتتضرب من بعيد، لكن شارع الجميزة كان بعيد شوية عن الحاجات دي. بس الهدوء ده مستمرش كتير وحصل انفجار قوي هز الشارع كله في ليلة 23 يناير سنة 1976. والعصابة في الوقت ده استخدمت متفجرات علشان تعمل فتحة كبيرة حوالي 2 في 2، والفتحة دي ودتهم مباشرة لقبو البنك اللي موجود فيه الخزانة الرئيسية اللي كان فيها خزائن الأمانات. وبعد الانفجار أفراد العصابة دخلوا بسرعة وكان معاهم أسلحة زي بنادق كلاشينكوف روسية الصنع ومسدسات براونينج 9 ملي وقنابل يدوية للحالات الطارئة، وكانوا جايبين معاهم أدوات زي مسقاب كهربائي كبير ببطارية ومفكات حديد طويلة وعتلة كبيرة علشان يفتحوا الخزائن المصفحة. وجابوا معاهم خبير أقفال محترف، وعلى حسب ما قالت بعض التقارير فخبير الإقفال ده كان إيطالي من صقلية واسمه ألبرتو أو جيوفاني، وكان عنده مهارة عالية جدا في فتح الأقفال المعقدة، وكان بيستخدم أدوات دقيقة علشان يفتح الخزاين من غير ما يكسرها أو يدمر الحاجة اللي جواها. وده خلى العملية أسرع وأكتر دقة، وكانت احترافية بشكل أكتر من المتوقع، لأنهم لو كانوا استخدموا قوة زيادة كان ممكن يتلفوا الفلوس أو يخربوا المجوهرات. والعصابة اشتغلت جوه البنك لمدة يومين كاملين من ليلة 23 يناير لحد صباح 25
25 يناير، وفي الوقت ده كانوا فتحوا 200 خزينة من أصل 300 موجودين في القبو، وخدوا كل حاجة جواها سواء فلوس نقدية واللي كانت بعملات مختلفة، وكانت بتقدر بحوالي 50 مليون جنيه استرليني حسب تقديرات ال HSBC، وسبائك ذهب وزنها كان بيوصل لعشرات الكيلوهات، ومجوهرات غالية زي عقود ألماس وخواتم مرصعة بياقوت وأحجار كريمة وساعات رولكس. لك أن تتخيل يا صديقي إن عائلات بأكملها ثروتها اتنهبت في اليوم ده، وكمان خدوا الأوراق المالية زي السندات الحكومية وأسهم شركات النفط والتجارة والوثائق اللي تخص الصفقات السرية. والقيمة الإجمالية لكل اللي اتسرق وقتها كانت حوالي 100 مليون جنيه استرليني، يعني يا صديقي حوالي 600 مليون دولار بقيمة النهاردة لو حسبنا التضخم. وفي تقارير لبنانية قالت إن المبلغ ممكن يكون أكبر من كده بكتير، لأن في حاجات زي المجوهرات والوثائق ما كانش ليها سعر محدد، والمبلغ اللي العصابة دي سرقته كان كافي إنه يمول حرب صغيرة. وبره البنك العصابة حطت ناس مسلحة في الشارع علشان تمنع أي حد من إنه يقرب من المنطقة، وعدد الرجالة اللي كانوا حاطينهم بره حوالي 5 مسلحين، وكانوا بيضربوا نار في الهواء كل ما حد يحاول يبص من بعيد، وأحيانا كانوا بيرموا قنبلة صوت علشان يخوفوا الناس. والدخان اللي طلع من الانفجار كان كبير جدا، وده خلى الرؤية تبقى صعبة ومحدش قدر يشوف هما بيعملوا ايه بالظبط. وفي شاهد عيان قال انه سمع صوت المثقاب الكهربائي شغال جوه البنك لساعات، لكنه ما قدرش يقرب بسبب الرصاص اللي كان بيتضرب في الهواء. واللي ساعد العصابة هو ان الشرطة كانت غايبة تماما عن المشهد زي ما قلت لك يا صديقي، فالعصابة كان عندها الحرية الكاملة انها تشتغل من غير ما حد يقاطعهم. وفي اليومين دول الناس في المنطقة كانوا بيسمعوا صوت المثقاب والضرب على الحديد، وكان في ناس بتشوف ضوء خفيف طالع من البنك لكن محدش تجرأ يقرب. وفي تقرير قال ان سكان بيوت قريبين من البنك شافوا رجالة شايلين صناديق تقيلة وبيطلعوا من الفتحة اللي في الجدار، لكنهم ما قدروش يشوفوا وشوشهم بسبب الضلمة والدخان اللي كان مالي الشارع. والعصابة كانت بتشتغل بهدوء نسبي وما كانوش بيضربوا نار كتير زي الميليشيات العادية، وده دليل انهم كانوا منظمين جدا وعارفين هما بيعملوا ايه بالظبط. ولما العصابة خلصت شغلها في يوم 25 يناير اختفوا من المكان، ومحدش شافهم وهم بيطلعوا ولا عرفوا هم راحوا فين بالظبط. اللي اتعرف بعد كده هو ان شاحنتين كلار اتشافوا في نفس الليلة في شارع الجميزة، وكانوا محملين صناديق كبيرة متغطية بقماش اسود. وفي شاهد عيان قال انه شاف الشاحنات دي بتطلع من الشارع الساعة 3 الفجر يوم 25 يناير، وكانت رايحة ناحية ميناء بيروت. وفي رواية بتقول ان الذهب والفلوس اترحلوا على سفن صغيرة ناحية قبرص، واللي كانت قاعدة مهمة لتجارة السلاح والميليشيات في المنطقة في الوقت ده. وفي رواية تانية قالت ان جزء من الغنيمة اتخبى في مستودعات صغيرة في بيروت الغربية زي منطقة راس بيروت او الروشة، لكن محدش لقى حاجة بعد كده. وفي تقرير اتكلم عن ان ناس كتير شافت رجالة شايلة صناديق في شاحنة عسكرية بالقرب من ميناء بيروت، لكن محدش قدر يتأكد هما مين. واللي زود الغموض هو ان الفلوس والذهب ما ظهروش في السوق السوداء في لبنان بعد السرقة، فلو كانت ميليشيات عادية كان المفروض الذهب يتباع في أسواق بيروت أو دمشق والفلوس تتصرف في السلاح، لكن ده ما حصلش. وكمية صغيرة من الذهب هي اللي ظهرت في السوق السوداء في لارينكا في قبرص سنة 1977، لكن ما كانش فيه دليل إنها من سرقة البنك. وده خلى ناس كتير تقول إن اللي خد الحاجة كان جهة كبيرة مش مجرد عصابة لصوص، لأن جهة عادية ما كانتش هتعرف تخبي كل الفلوس دي من غير ما تبان. وفي يوم 26 يناير الناس في بيروت الغربية بدأت تكتشف اللي حصل، والبنك وقتها طبعا كان متبهدل، يعني الجدار كان متفجر والخزنة فاضية والأرض مليانة إزاز مكسور وورق متناثر. والشرطة جت الصبح لكن ما كانش فيه أمل يلاقوا دليل وسط الخراب ده، والشرطة لقت آثار متفجرات وطلقات نار في الشارع، وكمان لقت مثقاب كهربائي مكسور جوه البنك.
بس ما كانش فيه بصمات او اي حاجة تقول مين اللي عملها. والحكومة اللبنانية اللي كانت في ازمة كبيرة وقتها بسبب الحرب الاهلية ما قدرتش تعمل تحقيق جدي، خاصة لانها ما كانش عندها سيطرة على بيروت الغربية، والمنطقة كانت تحت سيطرة الميليشيات. وكل اللي عملته وقتها هي انها اصدرت بيان صغير في يوم 28 يناير سنة 1976 وقالت فيه ان البنك اتعرض للسرقة، لكنها ما ادتش ارقام دقيقة عن الخسائر وما عملتش ضجة كبيرة، على الرغم من ان الحدث كان كبير والمبلغ اللي اتسرق كان ضخم حوالي 100 مليون جنيه استرليني. وكل اللي البيان قاله هو ان البنك اللي في بيروت اتعرض لعملية سطو مسلح خلال الاشتباكات وتم الاستيلاء على ممتلكات من الخزائن. وبعد ما الحرب الأهلية خلصت سنة 1990 القضاء اللبناني فتح ملف السرقة دي من تاني، وفي تحقيق صغير بدأ سنة 1992 تحت إشراف وزارة العدل اللبنانية، وظهرت شهادات من مقاتلين قدامى قالت إن الفلوس اللي اتسرقت من العملية دي اتقسمت بين مجموعة من الميليشيات اللي كانت موجودة في بيروت في الوقت ده، وإن حوالي 20 مليون دولار من الفلوس اللي اتسرقت تم استخدامهم في شراء قنابل وصواريخ من روسيا عن طريق تجار سلاح في قبرص، لكنهم ما ادوش اسماء ولا تفاصيل دقيقة، وكلامهم كان مجرد حكي بدون دليل قاطع، ومحدش قدر يثبت حاجة، والتحقيق اللبناني ما وصلش لحاجة جديدة، واتقفل سنة 1995 من غير ما يتقبض على حد او يتحدد مين اللي عملها. وبريطانيا ما عملتش ضغط كبير على لبنان علشان تحقق في القضية، والاتش اس بي سي قالت انها خسرت مبالغ ضخمة من السرقة، لكنها عوضت جزء كبير من الخسائر من التأمين. وفي النهاية الشركة قفلت فروعها في بيروت سنة 1991 بعد ما الحرب خلصت والمبنى بقى مهجور لحد دلوقتي. وفي تحقيق صغير حصل في بريطانيا سنة 1995 لما ال HSBC قدمت شكوى رسمية لبريطانيا، لكن التحقيق ده هو كمان ما وصلش لحاجة واتقفل من غير نتائج، والخبير الإيطالي اللي قالوا عليه اختفى من الصورة ومفيش حد عرف هو مين بالظبط ولا راح فين. وفي رواية قالت انه مات في لبنان بعد السرقة في اشتباك مع ميليشيات، لكن ما كانش فيه دليل يثبت الكلام ده. وفي رواية تانية قالت انه رجع ايطاليا واتقبض عليه هناك سنة 1978 في قضية سرقة تانية، لكن ما كانش فيه ربط رسمي بينه وبين سرقة بيروت. والسرقة دي يا صديقي كان لها تأثير كبير على لبنان، يعني البنوك اللي كانت اساس الاقتصاد قبل الحرب بقت في حالة ضعف وانهيار، وكتير من العائلات اللبنانية اللي كانت حاطة فلوسها ومجوهراتها جوه البنك خسرت كل حاجة، وما كانش فيه تعويض كافي من الحكومة ولا البنك، وده خلاهم يسيبوا لبنان ويروحوا يعيشوا في بلاد تانية. والسرقة دي خلت ثقة الناس في النظام المالي اللبناني تروح، والناس بقت بتخاف تحط فلوسها في بنوك بيروت، وده ساعد في انهيار الاقتصاد اكتر. وفي تقرير من البنك الدولي سنة 1980 قال ان لبنان خسر حوالي 80% من قوته المالية بسبب الحرب والسرقات. وعلى المستوى العالمي عملية السرقة دي بقت مشهورة جدا، وموقع فايس الامريكي كتب عنها سنة 2017 وقال انها كانت سرقة على طريقة هوليوود بسبب دقتها وغموضها. وكتاب كوبرا جولد بتاع دامين لويس وصفها بانها واحدة من اذكى العمليات في القرن العشرين، وقال انها كانت دليل على ازاي الحرب بتحول الناس للصوص محترفين. كمان السرقة دي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر سرقة بنك في الشرق الأوسط بقيمة وصلت ل 100 مليون جنيه استرليني وقتها. وفي لبنان الناس لسه بتفتكر السرقة دي كجزء من الحرب الأهلية، وفي ناس في بيروت الغربية بيحكوا عن الليلة دي وبيقولوا إن اللي خدوا الفلوس كانوا أذكى من كل الميليشيات اللي بتحارب بعضها، والبنك حاليا بقى مجرد حيطان فاضية في شارع الجميزة. ولحد النهاردة يا صديقي قصة سرقة بنك بريتش في بيروت لسه مليانة ألغاز وأسرار وأسئلة من غير إجابات، وفي نظريات كتير حاولت تفسر مين اللي عمل عملية السرقة دي، بس لحد النهاردة مفيش حاجة أكيدة. العصابة اللي قدامك دي بقى يا صديقي نفذت واحدة من أكبر عمليات السرقة في الأرجنتين بطريقة قلبت الدنيا حرفيا، وخلت العملية تلقب
بسرقة القرن. يا ترى بقى يا صديقي مين هم افراد العصابة دي وايه اللي عملوه بالظبط؟ الحلقة تظهر لك هنا دلوقتي، ضروري تروح تتفرج عليها. وقبل ما تروح يا صديقي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، لان دي الطريقة الوحيدة اللي بتعرفني ان الفيديو عجبك وان انت عاوزنا نستمر. مش كده ولا يا صديقي؟ وبس كده.